عارف ان جسمك فيه اكتر من كيلو كالسيوم و99% منه في العظام والاسنان، ومجرد نقص بسيط فيه بس كفيل يهد عضلاتك، قلبك وعمودك الفقري كمان. في سنة 1808 هيمفري ديفي قدر يعزل عنصر جديد وسماه الكالسيوم، ومن وقتها بقى جزء اساسي من حياتنا اليومية. بس للاسف مش كل الناس بتاخد كفايتها منه. انواع كتير منها كالسيوم كربونات اعلى تركيز بيتاخد مع الاكل، كالسيوم ستريت بيمتص بسهولة حتى لو معدتك حساسة، وفي انواع تانية زي الجلوكونات واللاكتيت اقل في الكمية. وعشان كده اختيار النوع بيبدأ من معدتك مش بس من سعر العلبة. من فوائده بيقوي العظام والاسنان، بينظم عضلة القلب، بيمنع الشد العضلي، وبينقل الاشارات العصبيه. يعني مش بس ضد الكسور، ده ضد الانهيار العصبي. مصادره لبن، جبنه، زبادي، بروكلي، كرومب، سردين، سلمون، شيا، لوز، حبوب مدعمه، وكمان سبانخ. بس الامتصاص بيقل بسبب الاوكزالات. جرعاته من 19 ل 50 سنه 1000 مللي جرام، فوق ال 50 بالنسبه للستات وفوق ال 70 بالنسبه للرجاله 1200 مللي جرام. نقصه يساوي تشنجات، تنميل، تعب، خفقان. ولو عندك مشاكل هضم او بتاخد مضرات بول فانت معرض اكتر للنقص ده. زيادته ممكن تعمل امساك، غازات وانتفاخ، حصوات كلى. وكمان بيقلل امتصاص بعض الادويه زي المضادات الحيويه. يعني قبل ما تبدا اي مكمل اسال دكتور. الخلاصه، الكالسيوم حجر الاساس لصحتك من اول العظم لحد ضربات القلب. استاذنك تسيب لي في التعليقات لو بتاخده من الاكل او مكمل، وقول لي النوع والجرعه، وهقول لك ماشي صح ولا محتاج تظبط الدنيا. سلام.